معادلة فك الكرب في ديننا واضحة جدا ومكونة من 4 أضلاع، 4 عوامل اتعلمناهم في ديننا يساعدوك بإذن الله على استجلاب واستنزال الفرج من الله سبحانه وتعالى. رقم 1 الكفاح، إن البني آدم يجتهد ويأخذ بالأسباب في دفع هذا الكرب والتخلص من هذه المشكلة، وياخد بالأسباب اللي فيها خبرة في الحياة وفيها استشارة لأستاذك أو لشيخك، وأنا علشان المشكلة دي تتحل أعمل إيه. 1. 2. إن أنا أفك كرب غيري، وكلام سيدنا النبي واضح جدا جدا: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كلام واضح جدا. دور على واحد محتاج فك الكربة على قد قدرتك وإمكانياتك وساعده. رقم 3 الاستغفار. الاستغفار، القرآن كان واضح جدا في نزول التيسير والفرج بسبب الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وذكر ربنا أسباب الرزق بقى وأنواع الرزق: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال صلى الله عليه وسلم وكأنه بيفسر هذه الآية: من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. آخر حاجة الرضا عن الله وتفويض الأمر لله متى يرفع هذا الكرب. فمن رضي فله الرضا، فاللي يرضى ويقبل ويستسلم ويكن كريشة في الهواء يفعل الله به ما يشاء، مع استغفاره وفكه لكربة أخيه ومع كفاحه. ده كده عمل اللي عليه، ويبقى إذن ربنا بالتفريج، وهو الرحيم القريب سبحانه وتعالى.